السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة تعليم سياقة آلة الرافعة الشوكية مع الكاريست ياسين. فاش كيتعلق الأمر بالضمان التشغيل الآمن بالرافعة الشوكية، ما تنساش الباليط، حيث هو الواجهة بين حمولتك القيمة والرافعة الشوكية الخاصة بك، وكيلعب دور حاسم في التشغيل الآمن بالرافعة الشوكية. غيساعدك هذا الفيديو على فهم ما يجب عليك فعله وما لا يجب عليك فعله فيما يتعلق بسلامة الرافعة الشوكية عند العمل مع الباليط، سواء كنت مستخدم لأول مرة أو صاحب خبرة. هاد الخطوات السبع لضمان سلامتك وسلامة الرافعة الشوكية عند نقل الحمولات، وغتساعدك في الحفاظ على سلامة حمولاتك. أول حاجة، تحقق من حالة الباليط ونوعها قبل ما ترفع الحمولة. خذ وقتك، تفحص الباليط من النهاية والجانب قبل وأثناء الرفع، واش كاين شقوق أو انقسامات أو غيرها من الأضرار الملحوظة. دير في بالك أي باليط معرضة للخطر يمكن تؤدي إلى تلف المنتج أو إصابة شخص آخر. أي وحدة بانت ليك مختلفة على اللي كترفع عادة وكنتي ما متأكدش منها، فمن الضروري تعلم المشرف قبل الرفع باعتبارك مشغل الرافعة الشوكية، حيث غتكون عرضة لتلف المنتج. ثانيا، ما ترفعش حمولات عالية على الرافعة الشوكية كي تعتبر خطر. رفع الحجم المسموح به كتسبب في سقوط الحمولات وكتسبب في أضرار للمنتج. ثالثا، توقف قبل ما تدخل لي فورشيت في وسط الباليط، حيث كيتعرض العديد من السائقين لضغوط التعامل مع عدد كبير من الحمولات كل ساعة، وكيبغي يدخل يرفعها بسرعة لتوفير الوقت، ولكن لسوء الحظ يمكن أن تسبب في تلف المنتج أو الباليط. هاد السرعة تحول لنتائج عكسية، في بعض الأحيان كتكون كارثية. لهذا باش تجنب أي خسائر أو ضرر، توقف ودخل لي فورشيت بحذر. رابعا، فاش تبغي تنزل حمولة نزلها برفق. غالبا السائقين فاش كيبغيو ينزلوا حمولة للأرض كينزلها بسرعة لتوفير الوقت، ولكن خاصك تنزلها برفق قبل ما تلمس الحمولة للأرض. ما ترخيهاش بحال البطاطا الساخنة، يمكن لهذا الفعل يسبب في تلف الباليط أو المنتج اللي حامل، وهذا خطأ. خامسا، تأكد من إثبات الحمولات قبل ما تنطلق. تأكد من أن الحمولة مستقرة ومركزة قبل الرفع، وتجنب شوكة قصيرة أو الدخول غير كامل في الباليط وغيكون تحميل ضعيف. هذه الممارسات هي اللي كتسبب في العديد من المشاكل وما كتبان صاحب خبرة، ويمكن تسقط الحمولات، والأسوأ من ذلك يمكن أن تساهم في انقلاب الرافعة الشوكية. سادسا، السرعة كتخلي الرافعة الشوكية أقل استقرار ومن السهل التقلب بيك، حيث كتفقد التوازن ديالها وغتسبب في سقوط الحمولات. قم بالقيادة بحذر وتذكر، كلما سكتي بسرعة كلما أصبحت الرافعة الشوكية أقل استقرار، خاصة عند الانعطاف أو القيادة على الأرض غير مستوية. إذا مشيتي بحذر غتساعد على الاستقرار، ودير في بالك أن لا بغيتي توقف وانت غادي بسرعة الأمر غيتطلب وقت طويل، ولا تضغطي على الفرامل في مرة غتسبب في انسكاب الحمولات. كيف سبق وقلنا، الرافعة الشوكية هي ليست سيارة سباق، بل هي آلة كتخضع لنظام كاساس. سابعا، ما تزلقش حمولة مع الأرض، غتسلف الجزء السفلي من الباليط أو تسبب في سقوط الحمولة، أو يمكن ترفع معك حصى أو أي شيء من غير قصد إلى منطقة التخزين. تعد الباليط بمثابة واجهة مهمة بين الحمل الوحدة الخاصة بك. من خلال الاهتمام بخطوات السبع اللي ذكرنا يمكن لك العمل بأمان أكبر وتقليل مخاطر الإصابة والأضرار، وأخيرا حماية حمولتك في منصات بشكل أفضل. وهكا غنكون وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات. ما تنساش دعم الفيديو باللايك وتشارك في القناة لما مازال مشتركتيش، ونتلاقاو في درس آخر إن شاء الله.